حسام وهبة. حسام فلسطيني، هبة مصرية، وثيا كندية، بس ثيا مش موجودة لأنها بره مصر. فأنا دلوقتي هكون مع حسام وهبة. ازيكم؟ ايه الأخبار؟ خليني أتكلم معاكي بصراحة، إنه إحنا في مجتمع مصري ومجتمع عربي بيكون البنت ليها وضع أو حساسية، ودايما في حالة خوف على البنت، حتى من الأسرة بيخافوا على البنت أكتر من الولد. بغض النظر ده صح ولا غلط، هو الخوف على الاثنين المطلوب، لكن خايفين على البنت. وبنت تنزل وتعيش لوحدها، ومش بس في شقة لوحدها، ده في شقة معاها ممكن شاب ما تعرفهوش، ممكن واحدة ما تعرفهاش. وده اللي حاصل معاكي، انت عايشة مع حسام، هو في أوضة وانت في أوضة، وثيا كمان في أوضة، ما تعرفوش بعض. دي جرأة شديدة قوي، ما خفتيش على سمعتك؟ انا عايزه اقول لك ان قبل كل ده الخوف اصلا من البنت. يعني انا التجارب السكن قبل كده كان اللي عمل لي مشاكل بنات مش ولاد. يعني ده عن تجربه. انا في الاول انا مش خارجه ومقرره ان انا هعيش في بيت مختلط وميكس، لان في ناس كتير لما بيجي نأجر يا ولاد يا بنات، ولو بنات ما فيش ولاد يطلعوا لهم، لو ولاد او العكس مثلا. فانا جربت كده، فالواحد مش خارج مقرر انا هسكن في ميكس ومع بعض وبتاع. انا بدور في المنطقه اللي مناسباني، الايجار اللي يناسبني، لان النيبرهود اهم حاجه، اللي هي اللي بتفرق بقى في السمعه او في الراحه النفسيه او ان انا الكوميونتي اللي حواليا عامل ازاي. ده بيخلي رينج الايجار اعلى طبعا بكتير. انا شايفه يعني انا شايفه انتوا قاعدين في مكان، لا ده في اماكن كمان يقول لك ايجار وفرش، وتلاقي مثلا اوضه السرير في اوضه ودولاب في اوضه ثانيه ومرتبه في اوضه ثالثه. يعني فكل طبعا ما بتعلي كل ما بيبقى الايجار اعلى طبعا. طب اول لحظه، اول مره بقى فكرتي تخرجي وتستقلي بنفسك، ايه اللي فكرتي فيه؟ يعني انا قررت اعمل كده، وكانت فكره عندي من بدري. كان عمرك قد ايه وقتها؟ كنت حوالي 26 تقريبا لما خدت اول خطوه يعني اعمل كده. وكان وقتها انا عايزه اعمل كده، بس يعني كمجرد ان هي رغبه ان انا اكسر التابو بتاع بيت ابوكي وبيت جوزك بعد كده. ووالدي ما كانش عنده مشكله ان انا استقل، الا اذا انا بشتغل في محافظه تانية مثلا، او بشتغل بره مصر، او عندي سفريه وراجعه، فدي فرصه ان انت تعيشي التجربه. فانا بقول لا، انا عايزه يعني تجربه غير مشروطه، هي التجربه للتجربه. يمكن تحدي للمجتمع، تحدي للاهل، تحدي للتقاليد اللي انت ممكن تكوني رافضاها. هو في تحدي، قبل التحدي هو بيجي رفض. انا رافضه الوضع ده، مجنونه بقى، طاقه، او مش متكيفه مع المجتمع، بس انا شايفه اللي انا بعمله صح وما بيأذيش حد، يبقى انا صح ان انا اعمله واخد التجربه دي. مش متخيله انه اذى امك او ابوك في وقت من الاوقات؟ هو اكيد اذاهم، ان هم حسوا ان انا رفضاهم. يعني انا متخيله كده ان انا سبب ان انا عايزه اطلع من البيت ان انا ما بحبهمش ورفضاهم، او حاسه ان هم مش بيحبوني. فانا قعدت اتكلمت معاهم. يعني ماما من ضمن المرات قبل ما اطلع، اما انت عايزه تطلعي بس ما تجيش تكلميني تاني وانتي لا بنتي ولا اعرفك، طالما انتي رافضه تعيشي معانا، عايزه مننا ايه تاني؟ فانا قلت لها يعني يا ماما، مش ان انا رافضه اعيش معاكي، او انا من حقي اجرب. انتي في سني كنت انا واختي معاكي اوريدي، يعني مش حكايه بقى ان لو هي بالسن يبقى انا عديت السن اللي اقدر استقل فيه. انتي اصغر مني او قدي، كنت شايله مسؤوليه بيت وبنتين مثلا. لو هي بالعقل، انت شايفين طبعا عاقله وناضجه وبتاع، طبعا هي بصت لي بصت انت كدابه. حسام، انا يعني هروح لحسام وارجع لك تاني. وانت بتأجر شقه ومعاك بنتين، انت كان احساسك ايه؟ عادي جدا. يعني انا اجرت شقه، و يعني ما كنتش بنظر اوضه في الشقه. اوضه في الشقه. ما كنتش بنظر للموضوع انه انا معايا بنتين او حاجه، مع انه من اول ما جيت على الشقه كانوا قاعدين مثلا في الصاله، وانا دخلت لقيتهم قاعدين قعدنا مع بعض. انت بس في النهايه كل واحد فينا ليه اوضته وليه مفتاحه. بس اول ما قعدت كده، احكي لي اول قعده جمعت بينكم. مش اول مره اقعد مع ستات يعني. لا، اول قعده مع ناس هتعيش معاهم. ما هو تقعد مع ستات حاجه، لا عادي وعيش جدا. مع ستات، ممكن اقعد مع واحده على القهوه غريب. وتروحني عندها على البيت. يعني في النهايه يعني الموضوع مش انه انت لا، الموضوع انك تقعد معاهم. اما انا بتكلم فكره المعيشه بقى، راجل عايز تعيش براحتك، هي كمان ست عايزه تعيش براحتها. انا عايش براحتي وهي عايشه براحتها. يعني انا مش عارف الموضوع انه انا هاجر شقه مثلا، اعتبر نفسي مأجر شقه مثلا، دي اوضه انا مأجرها، في مفتاح باب مشترك، هخرج منه هطلع منه لما احتاجها بحاجه
ماشي. طب يا سيدي انت راجل فاضل ومهذب، ماشي. نتكلم عن راجل تاني بيفكر بشكل طبيعي. راجل هيجي يعيش مع بنت في بيت واحد، هيتقفل عليهم باب واحد، التفكير بيبقى شكله عامل ازاي؟ والله بص، هو طبيعه تفكير الشباب طبعا في المرحله اللي احنا بنعيش فيها، يعني بعتقد انه هي وصلت لمنحدر سيء جدا. انه الشاب اول ما يشوف البنت ما بيفكرش غير في العلاقه. هو ده بقى انت بالزبط. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى، ان سواء واحد ما يفكرش في العلاقه، هو ده الغريب. بالظبط. لا مش غريب، هو ده اللي غريب عن اللي حاصل دلوقتي. لا، هو عشان اللي مش حاصل شايفه بقى زي غريب. ليه عرف معروف بالنسبه للناس اللي بتقوم بالموضوع ده، ان هي بتسكن، خاصه لو سكن مشترك. انت كبنت بقى وبنت مصريه، قلتي لي كان ليكي تجارب قبل ما تقعدي مع حسام وسيا، ايه اسخف المواقف اللي مرت بيكي؟ اسخف موقف يمكن ان كنت في قاعده عند واحده، تمام، ورايحه مأجره عندها. لقيت ان الجيران بيجوا بيخبطوا على الباب بالليل، الشباب، وبيقفوا يعملوا دوشه، يعني كانهم واقفين على ناصيه. يعني افتح الباب وانا خارجه الصبح الاقي عقاب سجاير كتير كده قدام الباب، فمستنيين ان انا اطلع افتح اقول لهم ما ينفعش كده، او اتفضلوا، او ليه عاملين ايا كان. فلقيت الموقف ده اتكرر يوم، طنشت، قلت هي كانت ساعتها مسافره. تاني يوم حصل وكنت انا لوحدي في البيت، وبدات لقيتهم بيخبطوا، فانا كنت عارفه ان في حد في العماره اللي جنبي صاحبي. اتصلت عليه، ايوه انا حصل كذا كذا، طب اجيلك؟ قلت له لا، ما انا ما اعرفش هي بتدخل ولاد الشقه ولا لا، والوقت متاخر. قال لي خلاص، طب تعالي، انا الولد اللي مأجر معايا هو شقه عنده اوضتين، فقال لي الاوضه الثانيه الولد اللي معايا غايب يومين عن البيت، انا هكلمه استأذنه لو ينفع انت تيجي تباتي فيها، وهقول لك لو مش كده يبقى انا هطلع اتخانق مع الناس دي. اتكلم، قال فعلا تقدر تدخل تبات في الاوضه. نزلت من العماره، كان واقف لي تحت، طلعت بيت في الشقه عنده، وهو ولد وانا بنت ولوحدنا في الشقه، وهو في اوضته وانا في اوضتي. يعني انا هقعد احلف بقى من هنا للصبح، كل واحد بقى دماغه تتخيل. هم احرار انه ما حصلش حاجه، هم يعني بصي الناس احرار، انا بتكلم بالواقع بتاعي، ولا عايز يصدق هو حر. انت كهبه ما عملتيش حاجه، اكيد في بنات تانية عملت، بتشوفيهم ازاي؟ انا ما زي ما قلت لك، انا ما احبش ان حد يحكم عليا، فانا ما اقدرش احكم على حد. كل حد ربنا اللي هيحاسبني في الاخر. طب ما خفتيش في لحظه وانت عايشه في بيت مع شباب وبنات، انه فجاه تلاقي الباب بيخبط، تفتحي لقيتي ابوكي وامك في وشك، كنت تعملي ايه وقتها؟ ده يبقى كويس جدا، لان هيجوا عارفين ان هم جايين من غير ميعاد، وجايين فجاه، وهيشوفوا الدنيا على الطبيعه عامله ازاي. بس هيلاقوا ولد معاكم او ولاد، لانه انا اصحابي الشباب يعني المقربين ليا مسموح لهم ان هم يجوا يزوروني في بيت ابويا وامي. ان يبقى في شاب او غير او كده، ده معروف طبعا بالنسبه لهم، ان انا بقى لوحدي ومش عارفين مين في البيت وايه، يستوعبوا وما يستوعبوش، بس جزء من اللي هكلمهم فيه، انتوا جيتوا على غفله، شفتوا الدنيا عامله ازاي، بس خلاص ده كافي يعني. طب حسام، انت شاب هيكون لك اصحاب شباب، تعزمهم في بيتك ازاي وهو مش بيتك لوحدك وفي بنات موجودين؟ هو طالما اجرت في المكان ده، انت بقى ليك جزء من خصوصيه المكان، فانت من حقك تعمل حاجه، بس بعد ما تتشاور طبعا مع اللي معاك. انه انا مثلا عندي ثيا وعندي هبه، باجي مثلا عندي ضيوف النهارده، ممكن نقعد في الصالون، لو مش حابه تقعدي معانا تقعدي في اوضتك عادي. ممكن اخدهم لو هي متضايقه مثلا، يعني بعض المرات ممكن هي تكون متضايقه، ممكن ناخدهم في اوضتي عادي. افرض ان حسام جاب بنت معاه البيت وخدها اوضته، واكيد مش بتكلم على حاجه بريئه، انت وقتها هتعملي ايه؟ انا بصراحه ماليش دعوه. يعني انا كان في حد قبليه قاعد مع خطيبته، انا مش بتاعتي، انا مش هحكم على الناس تعيش ازاي في الحيز بتاعها، هي الاوضه بتاعته دي الحيز بتاعه، طالما ما طلعليش دوشه او شياط او ريحه او زباله او 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 او, أو تمام، خلاص يبقى هو في نطاق حريته. وده اللي احنا بنتكلم فيه. كل باب مقفول انا ما اعرفش ورائي، ومش لازم سواء حاجه بريئه او غير بريئه، انا مش هشغل تفكيري هم داخلين جوه بيعملوا ايه بالظبط.
طب لو بيعملوا حاجه سيكو سيكو ولا حاجه عاديه، ما يمكن انا يكونوا مالي، يصلوا مع بعض. حتى لو مش بيصلوا، احنا لو بنتكلم هم بالمنطق انه بيعملوا علاقه، انا طالما رافضه ان الناس تحكم عليا، يبقى انا ما ينفعش ان انا افكر واحكم على الناس. مش معنى كده ان البيت كان مقلوب وبنات طالعه وبنات داخله، بس في المنطق ممكن يتقلب نفسه. كده، يعني ممكن يتقلب في بنات داخله ناس- وبنات خارجه في وشباب ناس داخله من وشباب صحابنا خارجه. عادي. في من ناس صحابنا كده فعلا، وفي ناس كل يوم هاوس بارتي وحفلات وحاجات وبتاع. بس حسب انت بقى بتبقى متفق ازاي، صاحب الشقه منبه عليك على محاذير معينه، او انت مع اللي معاك متفق ان 1 2 3 قبلتوا على كده السكن، تمام، ما قبلتوش هو خلاص. في بيكون شروط مرات للسكن. صاحب السكن بيقول لك مثلا، يعني مره عملنا حفله عيد ميلاد عندنا مثلا، دعينا صاحب البيت. انت كشاب ممكن تتجوز واحده عايش معاها في بيت واحد، عادي طبعا. ما عندكش مشكله؟ لا لا، شايف انه دي حاجه عاديه؟ عاديه جدا. يعني هي عشان ساكنه لوحدها هتفقد حقها انه هي تتجوز يعني؟ ولا عشان ساكنه لوحدها انه لازم تكون بنت مش كويسه؟ طب ما انا ساكن لوحدي، ليه ما يقولوش عليا ولد مش كويس مثلا؟ اذا النهارده شاب عايش مع امه وابوه وده الطبيعي، عنده 30 سنه، فكر يتجوز، هيرضى يتجوز واحده عايشه مع شباب في بيت واحد؟ انا شخصيا مش هاممني البوينت دي، تمام، لان انا لو ربطت حياتي بالراجل اللي معرفش فين اصلا في علم الغيب هتجوزه او هرتبط بيه، هيقول عليا ايه هو واهله والكلام ده كله، وانا واثقه من نفسي ومن تصرفاتي من الحاجات دي كلها، ما كنتش هخرج من بيتنا اصلا، لا اتعلم ولا اشتغل، ولا واحده تفكر ان هي تسافر بره تدرس او تشتغل او تعمل حاجه او كان كل واحد قاعد في بيته. حسام، لما ربنا يكتب لك وتتجوز ويبقى عندك ولاد، هتقبل ان بنتك تيجي تقول لك انا بابي انا مش عايزه اعيش معاك، انا عايزه اعيش لوحدي في بيت فيه ولاد وبنات؟ طالما انا تقبلت الموضوع على نفسي، فلو انا لقيت انه هي مستعده للموضوع ده بكافه امكانياتها، وهي متحمله للمسؤوليه من خلال انا ما ربيتها، فممكن ليه لا؟ وما بتعرفش الظروف تبقى، ده يفكك الاسره. ما بتعرفش الظروف في الزمن ده هتكون عامله ازاي. يعني احنا دلوقتي مثلا في 2014 الظروف عامله كده زي ما احنا شايفينها، ما نعرفش في ال 2030 هتكون عامله ايه. ممكن يتجوزوا كل اتنين يتجوزوا في اوضه، ما يبقاش الشقه لا ممكن ما يكونش، ممكن يكون موضوع الزواج ده منتهي اصلا يكون في 2050. يعني بدل ما نقعد احنا في مصر لازم اللي يتجوز بتتجوز لازم شقه وثلاث اوض. لا بجد يعني الحياه بتتطور. يعني ممكن اللي انا شفته ولادي يشوفوا غيره، فانا مش هحكم على اللي هيشوفوه ولادي كمان 20 سنه ولا 25 سنه من دلوقتي قبل ما يجوا. هسألك سؤال، ما وحشكيش العيشه مع مامتك وباباكي او فكره دفء الاسره؟ ما وحشتني، انا ما كنتش حاسه بيها وانا معاهم اصلا. وكنت على طول بره البيت في مشاوير، في فسح، في سفر، في بتاع. لا لما طلعت وقعدت لوحدي، لا يعني كلمهم بقى كتير واروح، يعني انا بروح الويكند ممكن اخد يوم في النص اروح ابات معاهم او ازورهم مرتين غيرها في الاسبوع ارجع على البيت. لا تحس ان انت وحشهم هم وحشينك، بتقعدوا تتكلموا مع بعض. بيختلف لما انت تكون 24 ساعه وشك بوشهم. انا بيتهيالي برضو لو انت كنت في بلدك بيتهيالي علاقتك باهلك وان هم يوحشوك مش زي ما انت لما جيت دلوقتي علاقتك باهلك افضل. دلوقتي اكتر، علاقتنا اكتر او هي اكتر. طب هبه، في الاخر عايزك توجهي كلمه لمامتك وباباكي ولاسرتك، تقولي لهم ايه من جوه قوي كده، حاجه من جوه قوي عايزه تقولي لهم ايه؟ مش معنى ان احنا تفكيرنا مختلف ان انا غلطانه او يطلع حد غلط. انت صح وانا صح، يعني مش لازم نطلع حد غلطان في الاخر. واتمنى ان هيجي اليوم بعد كده ما نفكرش ان احنا نحاكم الناس بدل ربنا، وان احنا نبقى المجتمع ده سيف او كرباج متسلط على رقاب وعلى ظهر الناس، ان كل واحد مش عاجبه حاجه في غيره ان هو ينتقدها ويحكم عليه ويبدا يحاكمه كمان وينفذ العقوبه. يعني ربنا ما امرناش بكده طبعا، وزي ما انت هتبص لغيرك، يعني في ناس تانية كتير بتبص عليك وبتقول لك انت ايه اللي انت عامله ده وده وده، وفي الاخر يعني انتوا عارفين انتوا ربيتوني ازاي في الاول في الاخر. بس حسام، عايز تقول ايه لاهلك؟ والله حقيقه يعني عشان انا بعيد طبعا، مش في بلدي. هبه طبعا ممكن تروح كل اسبوع تزور اهلها، فانا بقالي سنه مش شايفهم، فهم وحشيني جدا. وبعتقد ان هم عارفين انه التربيه بتاعتهم كانت ازاي ليا. فيعني
الامر لا يتعدى كونه ان انا ساكن في بيت اوكي في بنات، بس انا ليا جزء من خصوصيه البيت ده، مش شرط انه في بنت يعني في تفكير غلط. فاتمنى انه المجتمع بتاعنا او تفكير المجتمع بتاعنا ما ياثرش في الفكره دي عليه.